اهلا بيكم. معاكم الاستشاري العقاري المهندس احمد رضوان، الرئيس التنفيذي لمجموعه شركات ARG. النهارده احنا في منطقه الMU 23 في العاصمه الاداريه الجديده، اول منطقه تجاريه اداريه طبيه فندقيه انطرحت في العاصمه الاداريه الجديده، وهي المنطقه اللي بتخدم ما بين الحي الثاني والحي الثالث، وفي نفس الوقت بتخدم عليهم. والMU يعني ميكسد يوز، وفي نفس الوقت مطروحه ان هي 23 او 23 بسبب ان هي ما بين الحي الثاني والحي الثالث، وهي قريبه جدا 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 من منطقه الCBD او السنترال بزنس ديستريكت. احنا دلوقتي على محور الامل، الطريق اللي بيوصل ما بين طريق السويس الى بن زايد الشمالي، اعرض محور في مصر بعرض 124 متر. النهارده احنا قدام اول مول استلام فوري موجود في المنطقه دي اللي هي الMU 23، وهو مول بايونير التابع لشركه جلوبال بايونير ديفلوبمنت، وهي شراكه مصريه ايطاليه اماراتيه. المشروع ارضي و7 ادوار، هو اول استلام موجود في الMU 23. الارضي والاول هما تجاري، والثاني والسادس اداري، والدور الثالث عيادات طبيه، واخر دور وهو الدور السابع وهو المقر الرئيسي لبايونير ديفلوبمنت او جلوبال بايونير. الجميل دايما بطمن جدا ساعه ما الاقي ان الاستشاري هو نفس الشركه، يعني اصلا الاستشاري بتاع المشروع هم جلوبال، وفي نفس الوقت هم ناس هيكونوا موجودين في المشروع نفسه، فبيهتموا جدا ان الايمج بتاعه المشروع وتشغيله والصيانه بتاعته وادارته يكونوا في منتهى القوه، لان ده هيكون مؤثر على واجهتهم بالفعل. لان كل مشاريعهم بعد كده اي حد حابب يتوجه ان هو يشتري منها او يستلم وحدته او يتابع معاهم، فهو لازم يجي المقر هنا في المشروع. دايما لما بتكلم مع حضراتكم عن اي مشروع في العاصمه الاداريه الجديده، استلام فوري او استلام قريب، بكون في قمه الحماسه. ده لان انا كنت ايام زمان في 2017 2018 كنا بنقول للناس على المشاريع دي اول ما انطرحت المستثمرين وبعدها انطرحت الMU 23 والحي المالي، كان العاصمه الاداريه الجديده ما فيهاش اي انشاءات. كنا بنقول العاصمه هتبقى، العاصمه هتكون، العاصمه هيكون فيها المولات هتبقى شكلها كذا، تجمع المولات، الطريق ده هيبقى فيه 21 مول، كان صحراء ما فيهوش اي حاجه، ما كانش مرصوف اصلا. فالنهارده احنا متحمسين واحنا بنشوف اللي احنا كنا بنتكلم عليه من سنين ان هو النهارده واقع. كان زمان الناس بتقول العاصمه الاداريه الجديده فنكوش، لا الحمد لله العاصمه الاداريه الجديده النهارده قامت وخلاص بدات تشتغل بالفعل، وبالفعل النهارده احنا فخورين بيها. لو حضرتك حبيت تستثمر في المول ده او في المنطقه دي، طبعا انصح حضرتك انت تستثمر في حاله واحده، لان مش اي حد ينفع معاه الاستثمار ده. لو حضرتك بتفكر في ROA او في ريسيل، ما انصحش حضرتك بالمول ده خالص. لو حضرتك بتفكر في استثمار بعيد المدى، ما انصحش حضرتك بالمول ده. لكن لو حضرتك حبيت ان انت تحط جنيه النهارده يجيب لك عائد، حبيت عائد سريع، عائد ROI ونقطه تعادل ممكن توصل بيها، ان احنا النهارده وصلنا نقطه تعادل، اشترينا الوحده ونقطه التعادل بتاعتنا اللي هو القسط يساوي الايجار، انصح حضرتك بالمول ده. فلو بتفكر في استثمار شورت تيرم، توكل على الله وممكن تتملك معايا في المشروع ده. الحاجه اللي عجباني غير ان هو استلام فوري، اول استلام في الMU 23، وهو اللوكيشن بتاعه. احنا موجودين في الMU 23 وشايفين من عندنا البرج الايقوني او منطقه الCBD السنترال بزنس ديستريكت، اللي هي اقوى مدينه موجوده في الشرق الاوسط وفيها اطول برج في افريقيا. وشايفين من عندنا المدينه الرياضيه اللي هي المدينه اللي اتعمل فيها كاس العالم لكره اليد 2021، فيها 10 ملاعب كره قدم، فيها 5 ملاعب خماسيه، فيها 8 ملاعب للتنس. وممكن تتواصل معايا على الرقم الموجود قدامك على الشاشه على الواتساب، سواء حبيت تتملك في المشروع ده او في غيره، سواء تجاري او سكني، ايا كان حضرتك حبيت تسكن او تستثمر، تقدر تتواصل معايا على الرقم الموجود قدامك على الشاشه. وكده كده بتكون الخدمه مجانيه بنسبه 100%، وبنعمل لك دراسه جدوى حضرتك هتدفع كام ويجي لك عائد كام في خلال قد ايه، ونقطه التعادل بتاعتك هتبقى امتى في المشروع ده او في غيره، ونقطه استرداد راس المال بتكون امتى. وكل التفاصيل دي غير تفاصيل قانونيه بنضمن لحضرتك حقك، ازاي تستلم بالظبط، وازاي تتملك وحدتك من عقود ابتدائيه وعقود نهائيه، تفاصيل هندسيه ونسب تحميل. بنكون معاك من اول خطوه لاخر خطوه، ولو حبيت بعد كده حتى تأجر او تشطب احنا مع حضرتك، وباذن الله هنكون سعداء بالتواصل معاكم. شكرا لحسن استماعكم، ودمتم مستثمرين ناجحين. شكرا ليكم.